اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل قمر الدين بالمكسرات، ودي المقادير. اول حاجة هنجيب لفة قمر الدين، هي حوالي نص كيلو، ومعاها مشمشية متقطعة صغير بالشكل ده. هنحطهم في حلة ومعاهم 2 لتر مية، وبعد كده نحطهم على النار ونبتدي نقلب ونسيبهم حوالي نص ساعة. وبعد كده عندنا كوب سكر، والسكر على حسب الرغبة، كل واحد وعلى حسب رغبته. هنمسك دلوقتي كوباية السكر ونحطها على القمر الدين بالشكل ده، ونبتدي نقلب مع بعض كويس. وبعد كده هنجيب كوباية النشا، واهم حاجة النشا ندوبه في مية باردة. هنحط مية باردة على النشا في الكوباية ونبتدي نقلب كويس لغاية ما كل الخليط يدوب تماما. وبعد كده هنمسك كوب النشا ونبتدي نحطه على قمر الدين ونبتدي نقلب لغاية ما يتقل معانا. وبعد كده ممكن نغرفه في اطباق، وهنزينه من على الوش بمكسرات. وطريقة عمل المكسرات للحلويات هتلاقوها في رابط اسفل الفيديو ده. وبعد كده بنحطه في التلاجة وبيتقدم بارد. اتمنى حضراتكم تجربوه وان شاء الله يعجبكم، وبالهنا والشفا. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.